فجر جديد في مصر. A new dawn in Egypt. كانت مصر أرضا جميلة مشمسة ومليئة بالتاريخ، لكن في زمن الملك لم يكن الجميع سعداء. كان الصبي أحمد يحب اللعب بجوار النيل، لكنه رأى أن معظم الناس كانوا فقراء ومتعبين. كان الملك يعيش في قصور فخمة، يرتدي أفخر الثياب ويأكل ألذ الأطعمة. كانت الأموال تذهب إليه وإلى حاشيته، بينما كانت المدارس والمستشفيات بحاجة ماسة للمساعدة. في كل مساء كان أحمد يسأل الكبار: نحتاج أن تتغير الأمور، هذه ليست مصر التي نستحقها. كانت الهمسات تتحول إلى تساؤلات كبيرة في عقله الصغير حول العدل والكرامة. لكن كان هناك مجموعة من الضباط الشبان يسمون أنفسهم الضباط الأحرار. كانوا يحبون مصر كثيرا ويؤمنون بوجوب العدل لجميع الناس. كان منهم جمال عبد الناصر. اجتمع الضباط الأحرار سرا، يخططون لإحداث تغيير كبير في طريقة حكم البلاد، وكان هدفهم هو استعادة كرامة مصر وحقها، دون أن يتسببوا في إراقة الدماء. في ليلة 23 من يوليو عام 1952 تحركوا بهدوء تحت جنح الظلام. كانت الشوارع هادئة، لكن آليات الجيش كانت تدور، حاملة معها الأمل المنتظر والتغيير الكبير. سيطر الضباط الأحرار بسرعة على محطات الإذاعة والمباني الحكومية الرئيسية. لم يكن هناك صراع كبير، بل مجرد تحول سريع للسلطة بقيادة هؤلاء الضباط المخلصين. وفي الصباح استمع الناس إلى صوت جديد في الراديو. أعلن اللواء محمد نجيب، وهو ضابط كبير ومحترم، أن الجيش قد تولى القيادة لحماية ثورة الشعب من الفساد. شعر الملك أن دوره قد انتهى. وداعا للقصر الفخم، غادر الملك مصر، تاركا وراءه شعبه الذي كان ينتظر أن يبدأ فصلا جديدا ومستقبلا أفضل. في النهاية استيقظ أحمد على شمس جديدة مشرقة. لم يعد هناك ملك يحكم وحده، بل أصبحت مصر جمهورية، حيث الشعب هو مصدر القوة. كان التغيير قد بدأ، وتعهد الضباط الأحرار ببناء مصر الجديدة للجميع.